يا صباح الفل عليكم يا جماعة. طبعا فيديو كده استثنائي. منصة باينانس نزل عليها كتاب على عملة البيكسل. عملة البيكسلز اللي ما يعرفهاش هي عملة تابعة للعبة زي لعبة بابجي كده. ففي اكتر من 160 الف شخص بيلعبوا اللعبة دي، والعملة الاساسية بتاعت اللعبة هي البيكسلز. طبعا منصة باينانس هتطرحها للتداول في خلال 8 ايام. هي عليها حاليا اكتتاب، هنعمل اكتتاب مع بعض. اي حد معاه محفظة باينانس وفيها فلوس يقدر ان هو يدخل الاكتتاب باي مبلغ حتى لو $5، وبعد ال8 ايام بيسترد الاكتتاب ده، وبياخد كمان عملة من عملة بيكسلز، بياخد ارقام يعني ممكن يحتفظ بيها بعد كده لحد سعر عملة بيكسلز ما ترتفع ويبيعها. وطبعا احنا عارفين ان العملات كلها بترتفع اول ما بتنزل في التداول، خصوصا عملة بيكسلز لانها زي ما قلت مرتبطة ب لعبة، ولعبة مشهورة والناس شغالة عليها، واي حد بيحب يشتري اي منتجات داخل اللعبة لتطوير اللعبة بتكون عن طريق عملة بيكسلز. اول حاجة كده ندخل مع بعض كده على كلمة المزيد، وبعد كده هننزل على كلمة تحويل في التداول، ولازم نحول اليو اس دي تي اللي معانا الى عملة الاف دي يو اس دي. اف دي يو اس دي تمام. او طبعا بي ان بي، ولكن ما انصحش حد يشترك في تحويل بي ان بي لان سعر البي ان بي حاليا غالي ومرتفع، وطبعا ممكن لما تيجي تعمل استرداد للقيمه بتاعتك بعد كده البي ان بي يكون سعره نزل وتبقى بخساره. اما الاف دي يو اس دي هي عمله مستقره زيها زي اليو اس دي تي بالظبط. احنا هنحول مع بعض $302 عشان خاطر يوصل لنا في حدود $300 و39 سنت، ونعمل كده كلمه تحويل ونحول. كده خلاص احنا بقى معانا عملة اليو اس دي اللي هي الاف دي يو اس دي تمام. كده خلاص احنا نقدر بقى ان احنا ندخل ونشترك في الاكتتاب. في نفس القائمة بتاعتنا دي هندخل كده على كلمة ارباح، وهندور على كلمة منصة الاطلاق تمام. زي ما انتم شايفين البيكسل اهي قدامك طبعا 8 ايام و14 ساعة، ولازم يكون تخزين اف دي يو اس دي او بي ان بي. احنا طبعا معانا تخزين اف دي يو اس دي. نضغط على كلمة تخزين تمام، وهيجي لنا تخزين الاف دي يو اس دي. نضغط عليها اهوت، وهنكتب الحد الاقصى ونقول له خزن. تم الربط بنجاح. كده ان شاء الله هنسيب كل حاجه شغاله، والارباح هتنزل لنا والعملات المستلمه هنا هتنزل لنا. وبعد ال8 ايام ما يعدوا ان شاء الله هنزل لكم فيديو تاني لاسترداد الفلوس بتاعتنا ونشوف احنا كسبنا قد ايه. اي حد يلحق دلوقتي، لان طبعا كل ما تلحق في البدايه كل ما يكون مكسبك من العملات ديت اكتر.